البنت الصغيرة دي كانت عندها شهية مفتوحة على الآخر، وكانت كل يوم تاكل عشرات العيش الصغير. لكن في يوم وهي قاعدة هتاكل مع أبوها، فجأة حس بألم حاد في صدره. البنت جريت عليه بسرعة تشوفه، لكن إحساسها قالها إن الموضوع مش مجرد تعب أو مرض. وفي اللحظة دي شافت تحفه بيطلع منه دخان أسود. الجدة قالت إن التحفه ده غالي جدا وده من ورث العيلة، لكن البنت فجأة مسكتها وكسرته حتت، وفي ثانية الدخان الأسود انتشر في الهواء. والجدة ما كانتش مصدقه. البنت حست إن الموضوع وراه حاجة أكبر، فعملت على الدخان، وعلى طول الدخان اتحرك ناحية صندوق، ومن خلالها شافت جواه عروسة خشب. وأول ما الصندوق اتفتح جسم أبوها فقد السيطرة، وكأن حد بيحركه. البنت بسرعة استخدمت إيديها لتهديه، لكن بعد 3 ثواني بالظبط اتسيطر عليه تاني. أبوها حاول يرجع وعيه بالعافية، والبنت في اللحظة الحاسمة طلعت حرز وحطته على جسمه. وفي آخر لحظة أبوها رجع لطبيعته، لكن البنت لسه حاسة إن في سر أكبر. وفي يوم لقت أسد حجري صغير على ترابيزة، ولما لفته ظهر باب الجدة. كانت مش مصدقه جدا، وورا الباب لقت تمثال تاني. البنت حست إن ده السبب الحقيقي في مرض أبوها، فكسرته برضه، ولقت جواه كتلة دخان أسود. في اللحظة دي الخادم جري يقول إن حالة الراجل اتحسنت. البنت والجدة راحوا يشوفوا، وساعتها البنت استخدمت إبرة وغزت نقطة في جسم أبوها، وفي ثانية أبوها تأيأ كل السموم اللي في جسمه، وفجأة دخل الشخص اللي كان هو السبب في حط التماثيل دي هناك.